مساء الخير، رجعنا لكم تاني وشفنا الفاصل. شفنا الفاصل بيتكلم عن ايه. يمكن مين فينا ما كانش حلمها اول ما اتجوزت ان هي يجيلها شغاله تساعدها في البيت، في الطبخ وفي الكنس وفي المسح، وتشيل من على كتافها عبء كبير جدا من اعباء الواجبات المنزليه طبعا اللي احنا بنقوم بيها يوميا واللي شفناها في بدايه الحلقه. كل واحده كان نفسها في شغاله، لكن تخيلي بقى جوزك قرر بعد ما شافك وانت تعبانه وهلكانه انه يتبرع بانه يجيب لك شغاله. الخبر هينزل عليكي زي الصعقه. ليه يا حبيبي هتجيب لي شغاله ليه يا بابا؟ طب معلش عشان تريحك. هيبدا الشك يتملك منك جدا ويبدا الفار يلعب في عبك، صح؟ طيب ليه جبتها ليه؟ طب ولو جابها هيحصل ايه؟ طب شكلها عامل ازاي؟ بصوا، احنا كستات عندنا العذاب البدني والمجهود البدني ارحم 100 مره من الشك والقلق والنوم اللي مش مستريحين فيه عشان عينينا في وسط راسنا عشان الشغال. ولا ايه يا بنات؟ بصي، انا معاكي يا ميار في الراي ده، ويمكن هنسمع ارائنا كلنا ونشوف اصحابي الحلوين هيقولوا ايه النهارده. بس احنا طبعا كلنا كستات عندنا الشك ده في دمنا. مفيش واحده قاعده كده الا لما بيبقى عندها شويه كده شويه شك ولو 1%، وده يمكن في شخصيه كل ست. ويمكن لما اتكلمت مع واحده صاحبتي وحكيت لها موضوع الحلقه وقلت لها ان احنا هنتكلم على الشغالات او الست اللي بتساعدنا في البيت، حكيت لي على حاجه غريبه جدا. قالت ان جوزها بيعامل الشغاله معامله غريبه جدا. الست يلاقيها طالعه جايبه الحاجات من السوبر ماركت، يجري على الباب ويقول لها هاتي عنك واشيل، مع ان مراته كانت بتطلع شايله بال10 20 كيس ما كانش بيشيل منها حاجه. بلس كمان الشغاله دي ساعات بتقول لها ايه، انا مش فاضيه ان انا اسيب عيالي في البيت، فانا هجيبهم معايا هنا البيت. اول ما يشوفها يقول لها حبيبه عمو روح عمو، عايزه شوكليت عايزه شيبسي، ويقعد يدلع ويهنن فيها وما بيعملش كده مع عياله. واحيانا لما مراته تبقى تعبانه هو يقول للست اللي بتساعدهم في البيت اعملي لي فنجان قهوه، تقول له مثلا ايه ثانيه واحده، يقول لها ولا اقول لك خليكي مرتاحه، وياخدها حجه علشان يقف معاها في المطبخ ويعمل معاها فنجان قهوه، مع انه عمره ما ريح مراته في حاجه. فكل الحاجات دي ما تستدعيش للشك سوري. اما بالنسبه بقى الراي في موضوع الشغالات والستات اللي بتساعدنا في البيت، انا من وجهتي يعني الشخصيه هقولها لكم بعد ما اسمع تفاصيلكم وارائكم في موضوع الشغال.